لما رجعت لكم فيديو جديد. اليوم ريسيت متاعنا سريعة باش تكون شربة رمضان، شربة الشعير، شربة المخلور ولا زادة نسميوها شربة الفريك باللحم المفروم اللي هو اللحم البقري. دونك نبدا في الريسيت متاعنا. باش نستحقوا اللحم المفروم ناخذ وحده. اول حاجة باش نفوقوا باش نعمل زوز سنة ثوم مبشورين كما تشوفوا، مغرفة صغيرة ملح، نصف مغرفة صغيرة فلفل أكحل، مغرفة صغيرة فلفل أحمر، ومغرفة صغيرة طماطم معجونة. نكون حليتها في شوية ماء، شوية بصل مبشورة مش برشا، نسيت وضفته من بعد. هذا كل باش نصبوا عليهم خوية زيت وباش نحركوهم الكل وندخلوا المكونات الكل في بعضهم باش نخلطهم بإيدي. وباش نبدا نقلي البصله، ما حطيتش برشا زيت باش ما يجيش فيها برشا زيت. نص كاس، نص فنجان هكاكا، وبصلتين صغار مش كبار. وباش نعمل هاك اللحمات في شكل كعبورات، اما اني نيتي مش باش نخليهم هكاكا ديجا باش يتحلوا، باش يولي من بعد صوص نتاع الشوربه الكل فيه اللحم. توا باش نخليهم شويه مع البصل، نخليهم هكاكا باش نضيف عليهم كعبه صغيره طماطم مكعب ومغرفه كبيره مش مكومه طماطم معجونه. نحلها زاد كالعاده في شويه ماء باش نخلطهم مع بعضهم، نخليهم يتقلاو شويه مش برشا. وفي ساعه نضيف عليهم شويه ماء سخونه، ضفت ماء يغلي وباش نخليه يشكشك شويه هكا. ومن بعد باش نكمل نمرق فر مرة ونحط الماء اللي حاشت بيه الكل، نخليه يقيم شوية الغلوة، ومن بعد نصب عليه الشوربة الفريك ونخليه يغلي لين الطيب. والنتيجة كما تشوفوا سهلة وسريعة وما تاخذش منك برشا وقت، وزيد حاجة بنينة في رمضان. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، خليوا لي رايكم في الكومنتات ونتلقاو الفيديو الجاي. باي باي.